السلام عليكم. معكم ياسين من قناة AI بالدارجة. اليوم غنهضروا على موضوع أساسي في الذكاء الاصطناعي: كيفاش كتب برومبت صحيح. البرومبت هو داك النص اللي كتكتبو للذكاء الاصطناعي باش يخدم ليك، بحال واحد التعليمات. كل ما كنتي واضح فيها كل ما النتيجة كتكون زوينة. باش نفهمو مزيان خاصنا نركزو على 3 أساسيات: أولا الدور، ثانيا السياق، ثالثا التفاصيل. خليني نشرحهم وحدة بوحدة. الدور هو شكون بغيتي الذكاء الاصطناعي يلعب. مثلا تصرف بحال أستاذ اللغة الإنجليزية، ولا كول بحال مدرب شخصي للصحة والرياضة. منين كتحدد الدور الجواب كيجي منظم وواضح أكثر. السياق هو علاش بغيتينك الجواب، يعني واش غتستعملو في مقال ولا في بودكاست ولا في إعلان. مثلا كتب نص قصير موجه لليوتيوب، خاص يكون شبابي وبالدرجة المغربية. هنا الذكاء الاصطناعي غيفهم على من كيهضر وكيفاش خاصو يصيغ الكلام. التفاصيل هي البهارات ديال البرومبت. هنا خاصك تقول شحال الطول، شنو الأسلوب، واش بغيتي نقاط ولا فقرات. مثلا كتب مقال من 300 كلمة فيه 3 عناوين فرعية وبأسلوب بسيط. كل ما عطيتي تفاصيل أكثر كل ما الجواب يكون قريب اللي في بالك. دابا نعطيكم أمثلة باش توضح الصورة أكثر. برومبت ضعيف: كتب مقال على الرياضة. برومبت متوسط: كتب مقال قصير على فوائد الرياضة. برومبت قوي: كتب مقال من 300 كلمة على فوائد الجري للصحة الجسدية والنفسية، فيه 3 عناوين فرعية وبالدارجة المغربية. شفتوا الفرق؟ الأول غامض، الثاني أحسن، والثالث محدد بزاف وغيعطي نتيجة مقادة. النصيحة الذهبية: ما تخافش من التكرار، جرب صيغة، شوف النتيجة، ما عجباتكش بدل وزيد وضح. الذكاء الاصطناعي ما كيتقلقش وما كيعياش. وخا تكون مبتدئ، مع الوقت غتولي محترف في البرومبتات، وغتفهم أن السر ماشي في الموضوع ولكن في كيفاش كتطلبو. إذا نلخصو: الدور: حدد شكون بغيتي الذكاء الاصطناعي يكون. السياق: وضح فين غتستعمل النتيجة. التفاصيل: أعطي الطول، الأسلوب والعناصر اللي بغيتي. وهكا غتولي تستعمل الذكاء الاصطناعي بطريقة احترافية. كان معكم ياسين من قناة AI بالدارجة. نتمنى الحلقة ديال اليوم فادتكم. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. إلى اللقاء.